انها كده تكون افضل جاسوس كوري لكنك فجأة بيتغدر بيك، وللأسف بيكون بينك وبين الموت خطوة واحدة، بس القدر بيمنحك فرصة جديدة للانتقام. فهل هتقدر تنتقم لمن تحب؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ويا ريت تصلي معايا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بنشوف مجموعة من الاشرار واقفين في الميناء، وبطلنا بيعرفنا ان الموت هو الشكل الاخر للحياة، لانك مش هتعرف قيمة الحياة الا لما تشوف الموت بعينيك. في الوقت ده بيجي زعيم عصابة المهربين دي وبيسألهم ايه هو حجم الشحنة بتاعة النهاردة، فبيقولوا انها عبارة عن 33 برميل يا زعيم. الزعيم بيوضح لهم ان ده شيء مذهل جدا وبيحمسهم وبيقول لهم خلونا نخلص قبل شروق الشمس. والصدمة اننا بنكتشف ان مش كل البراميل فيها بضاعة، وفي براميل فيها جثث بشر. ولكن الصدمة الاكبر ان بطلنا في واحد من البراميل دي بطلنا بيكون غارق في المعاناة واليأس، وبيقول انا مش عارف انا على قيد الحياة ولا مت خلاص، ولكن اللي اعرفه ان انا لازم اتصرف بسرعة. بعدها بنرجع بالزمن حبتين كده وبنشوف القائد وهو بيعرفنا على نانا ياما او الملقبة بسنو وايت، وبيقول للفريق ان دي هي هدفنا القادم في المهمة. فبطلنا هانك بيقول اشمعنى اخترت سنو وايت مع انها مش بالجمال ده يعني. ومن الواضح كده ان احنا هنكتشف بعد شوية ان بطلنا اتعمى فين وما بيقدرش يشوف اي حاجة جميلة. المهم بطلنا بيكمل كلامه وبيقول بعدين دي مجرد بنت عادية، مش شايف انها مهمة تافهة شوية يا فندم علشان بنت زي دي تكون هدفنا الجديد؟ انا شايف ان في مهام اخطر من كده بكتير المفروض ان احنا نتعامل معاها. فالقائد بيقول له يا عميل هانك انت قائد الفريق واكيد مش هضيع وقتك على حاجة تافهة زي دي، ولكنك حكمت عليها لانك شايفها مجرد بنت عادية. بس كعميل سر المفروض ما تحكمش على عدوك مهما كان جنسه او عمره. وعايزك تعرف ان سنو وايت مش مجرد بنت عادية، دي مجرمة خطيرة جدا، وده لانها زعيمة عصابة الياكوزا. وكمان سبب تسميتها بسنو وايت ملهوش اي علاقة بالجمال، ولكن هي سميت باللقب ده لانها اكبر مورد كوكايين نقي في العالم كله. وبالفعل احنا وصل لنا احداثيات ان الهدف عامل حفلة وهيتعاطوا المخدرات في الفندق ده، والشيء الاكيد انهم عاملين احتياطاتهم ومجهزين عدد كبير من الحراس. ولهذا السبب انا طلبتك انت لانك هتكون اكفأ عميل للمهمة دي، وده لانك لازم تتسلل بينهم بهدوء وتقبض عليهم وهم متلبسين، ولكن جهز نفسك لانك هتدخل وكر الاشرار بدون اسلحة نارية. وده لاننا عاوزين نستغل الفرصة ونوضح انها جريمة قتل عادية او اشتباك مع طرف تاني، وانه مش اشتباك مع افراد الشرطة. وعايزك تعرف يا هانك ان ده اخر امل لينا للقضاء على انتشار المخدرات، وده لان المعلومات بتقول انهم بيستعدوا لتوليد اكبر شحنة عملاقة من المخدرات. في تلك اللحظة بيقوم واحد من القادة وبيقول للباقي انا عارف ان المهمة دي صعبة جدا، بس احنا اخترنا افضل عميل ليها واكيد احنا كلنا هنكون واثقين في القائد هانك. طبعا بطلنا هانك بيقول ما تقلقوش خلي المهمة دي عليا وانا هتعامل. بعدها بنشوف عمنا هانك داخل على العصابة في الاسانسير بمنتهى الهدوء. العصابة بتقول له انت رايح فين يا معلم؟ لو كمان انت داخل علينا لوحدك كده انت الافضل ليك انك تستعد للموت. بس بطلنا هانك بمنتهى الهدوء بيقول للفريق ان هم يقتحموا المكان، وهانك بيسحب سلاحه وبيبدا الهجوم عليهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. في ظل الاحداث دي كلها هانك بيعرفنا ان القضاء على 10 منهم لوحده سهل جدا. بعدها بنكتشف ان القائد عرفه ان العدد هيكون 20، وعلشان كده بيسأله هتاخد كام واحد معاك؟ عمنا هانك بيقول له هاخد 3 بس. فالقائد بيستغرب ويقول له 3 عملاء معاك بس ده قليل جدا. هانك بيصدمه وبيقول له 3 بما فيهم انا، وبيعرفوا انه مش محتاج اكتر من 2 معاه لان ده عدد المداخل والمخارج بتاعه الفندق، وفي النهايه فهدفنا نخلص عليهم بهدوء ونمشي، فمش هيفرق معانا مهما كان عددهم. وبالفعل بنشوف هانك وفريقه اللي بيخلصوا على كل الحراس بسهوله وبسرعه، وبيعرفنا هانك على باقي الفريق وانهم اكتر من اخواته ومحدش يقدر يهزمهم بسبب قوتهم. واحد من الفريق بيقول للهانك مش شايف يا اخويا ان المهمه دي سهله علينا جدا؟ ده احنا لقبنا العصابه السوداء اللي ما تعرفش معنى الجحيم. الواد التاني بيقول له فكك من الكلام ده لان هدفنا في القاعه الرئيسيه. فهانك بيقول لهم مش وقت كلام ورغي دلوقتي ويا ريت تركزوا على المهمه، وبيطلب منهم انهم ما يضربوش اي شخص في الغرفه دي لانهم هيكونوا تحت تاثير المخدرات، وبيفهمهم ان دلوقتي ما بقاش فيه غير مدخل ومخرج واحد، وبيطلب منهم انهم يسدوا المخرج ويقتلوا اي حد يقاومهم. لكن الصدمه ان هم لما بيفتحوا الباب بيلاقوا كل المدعوين ميتين. فبيقول هانك الحق يا عم ده في حد قتلهم اساسا. هانك بيقول لهم ان هو مش شايف جثه الهدف ويا ريت يقفلوا كل الابواب علشان يبداوا في البحث عنها. في تلك اللحظه بتظهر سنو وايت وبتشغل النور وبتقول له قفلنا الابواب، ها ايه تاني هتعملوه؟ هانك بيكون مصدوم من اللي بيحصل، والصدمه الاكبر ان سنو وايت بتكون ماسكه راس جثه في ايديها وهي بتكلمه. في الوقت ده هانك بيفكر هيحصل ايه لو هرب هو وباقي الفريق من المكان ده، وده لاننا فكرنا نفسنا الاقوى. ولكن المهمه دي غريبه والبنت دي شكلها خطيره جدا. بيقطع تفكير سنو وايت اللي بتتكلم مع واحد من الفريق وبتقول له انت اللي هناك ده يمسك البتاعه دي واوعى تقع منك، وبتحدف له راس الجثه اللي كانت في ايديها. الواد اول لما بيشوف راس الجثه بيتفزع
ولكن المرعب فعلا انه بيلاقي راس الجثه مخرومه بحجم اكبر من الرصاصه. سنو وايت بتستغل اللحظه وبتغفله وبتديله رصاصه بسرعه رهيبه بتقضي عليه تماما، وده الشيء اللي بيعصب الواد التاني وبينطلق علشان يهاجمها. هانك بيحاول يهديه وبيوقفه وبيقنع انهم مش عارفين قوتها ولا ايه السلاح اللي معاها ده، لكنها بتكون اسرع منهم ومن تفكيرهم وبتقتل الواد التاني هو كمان بشكل اسطوري. هانك في اللحظه دي بيقف زي المشلول والواد قدامه بيموت وهو مش عارف ينقذه. في الوقت ده البت سنو وايت بتبتسم له بابتسامه كلها شر واذى وبتقول له مش مهم انت جايب معاك كام حشره، ولكن المهم انكم في النهايه هتفضلوا مجرد حشرات. وبتقول له انت كنت مفكر انك هتقدر توقفني بشويه الحشرات دول؟ في اللحظه دي هانك بيتعصب وبيقول لها دول مش مجرد حشرات، دول اخواتي اللي عشت معاهم، وبيهجم عليها لكنه بيلاقيها ما بتتحركش فبيوقف هجومه وبيقول لازم اهدى كده وافكر كويس انا هعمل ايه. بس سنو وايت ما بتدوش هو كمان فرصه وبتطلق عليه الرصاص زي زمايله. والشيء المفاجئ والعجيب انها قتلت اقوى الجنود وهي مش معاها مسدس اساسا. طب ازاي بتطلق الرصاص ده والرصاص ده جاي منين؟ خمن وانزل اكتب لي في الكومنتات بسرعه. المهم عاملها هانك بيلاحظها وبيتفادى الرصاصه بسرعه وبيكتشف انها مش رصاصه اصلا وانها مجرد اسنان، ولكنها مش معروفه اسنان ايه بالظبط. في اللحظه دي بياخد باله انها معاها مجموعه اسنان في ايديها وبتضربهم اسرع من الرصاص. عمنا هانك بيحاول يروغها علشان ما تسيبهوش ويقدر يهاجمها، ولكن المفاجاه انها بتمسكه من دماغه بكل سهوله وبتطيره لبعيد. يا عم صدقني دي مش سنو وايت اللي احنا عارفينها، دي شكلها مرات العملاق الاخضر. الواد هانك بيقف مكانه وهو مذهول وبيقول مستحيل، هي ايه مقدار قوه الوليه السعرانه دي؟ والصدمه ان هانك اول ما بيفتح عينه بيلاقيها بتطير في الهواء. يا ريتك ما سالت يا عم هانك والله. الواد هانك بيعمل ايرور وبيقول بس كده استوب لحد هنا، انا مش لعبه، انتوا جايبين لي واحده بتطير وعينها بتطق شرار. البت سنو وايت ولا اللي معرفش ملتها ايه دي بتنزله على ركبته علشان ما يعرفش يهرب منها. في الوقت ده هانك بيبدا يصرخ من الالم اللي بيشعر بيه، بس البت المجنونه دي بتقول له انت بتصرخ ليه يا عم؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ ومره واحده بترشق السكينه في ايده. بتكمل كلامها وبتقول له ياه ده صراخك ده حلو قوي بيخليني احس بالحماس وانا بعذبك. وبتقول له والله انا حبيتك بسبب صراخك ده. البت الساديه دي شكلها مجنونه خالص ودماغها رايحه منها وبتعرفه ان هي مستمتعه جدا وبتساله انت مستمتع معايا ولا ايه؟ هانك ما بيقدرش يرد عليها طبعا وده لانه لسه بيصرخ من الالم. البنت بنت المجانين دي بتقول له معلش يا حبيبي بص حواليك وشوف الجثث وانت هتستمتع معايا. وبتقول له اقول لك على سر انا قتلت كل دول علشان المتعه مش اكتر، اصل انا بستمتع جدا لما بقتل اي حد، تقدر تقول كده بقت عاده بالنسبه لي. في اللحظه دي هانك اللي فاض بيه الكلب يتجن وبيقول لها انا اللي هوريك المتعه بجد. ومره واحده هانك بيقلب دراكولا وبيعضها من رقبتها، وفي حركه في قمه العظمه بياخد قطعه من الازاز وبيرشقها في رقبتها وبيموتها، لكن هانك ما بيكونش قادر يقوم ورجليه بايظه، ده غير ان السكينه لسه في ايده والبنت العجله دي ماتت فوقه. هانك اللي بيشعر بالاسى بيقول انا انتقمت لاخواتي ولكن انا اسف ما قدرتش احميهم، وبيدعي لهم ان ربنا يرحمهم. ولكن الصدمه ان سنو وايت بتغزه في بطنه وبتقول له انت سخيف، انت مفكرني مت، ده انت شكلك مضحك جدا. وبتقول له انا هنصحك نصيحه ما تحاولش تفهم ازاي ده حصل، وده لانك مهما فكرت مش هتقدر توصل لحاجه، ولكن بما اني حبيتك فانا هوريك جزء صغير يا هانك. في الوقت ده هانك بدا يلاحظ ان رقبتها ومكان الجرح بدا يخف شويه بشويه وبيقول لها انت مش بشريه، هو انت مله اللي خلفوكي ايه؟ ولكنها بتقول له انا مش قلت لك ما تحاولش تفهم لانك مش هتوصل لحاجه، بس اتمنى انك تقدر تعمل زيي ونتقابل تاني، ويا ريت لو قتلنا بعض من جديد تعضني من رقبتي تاني، اصلها عجبتني الحركه دي. ولكن اثناء ما هي قاعده عليه وبتكلمه بتلاحظ ان هو قطع النفس خلاص، وبتقول له انت مت بسرعه كده ليه؟ انا للاسف كنت مفكرك قوي لكنك طلعت مثير للشفقه. في اللحظه دي بيدخل افراد العصابه وسنو وايت بتبدا تضرب عليهم بالرصاص، فبيحاولوا يهدوها وبيقولها استهدي بالله كده، ده احنا رجالتك يا معلمه. فبتقول لهم انتوا مجرد اغبياء وعلشان ما خلصت عليكم اخفوا الجثث اللي موجوده دي كلها بسرعه. فبيقولوا لها انهم رايحين اليابان وممكن ياخدوهم معاهم، ولكنها ما بتهتمش والمهم بالنسبه لها ان هم يتخلصوا من الجثث. بعدها بنكتشف ان الجثث اللي في البرميل دي كلها كانوا في الحفله وعمنا هانك واحد منهم. والمفاجاه ان هانك بيخرج من البرميل في نص الرحله، واحد من العصابه بيشوفه وبيترعب وبيقول ايه ده هو عايش ازاي؟ ولا انا جالي تهيؤات من البرد ولا ايه الحكايه المهببه دي؟ صاحبه بيقول له انت عبيط ولا ايه؟ انا متاكد انه ميت، انت مش شايف شكله عامل ازاي؟ صاحبه بيكون لسه متردد وقلقان وبيقول له انا خايف من شكله ده، فبيرد عليه ما تقلقش خلينا ندفنه ونحرق جثته علشان نستريح. وبيطفوا السيجاره على رقبه هانك وبيتنمروا عليه، وفي ظل ما هم بيضحكوا بطل هانك بيقول لهم طيب لو انا رفضت الموت هتعملوا ايه؟ بس الصدمه ان اثار الحرق بتختفي تدريجيا من على هانك، وبكده من غير ما اقول ولا كلمه يا صديقي المشاهد كده عرفنا ان قوه هانك بقت شبه قوه سنو وايت. هانك بعد ما كان جثه بيرجع وعيونه بتطق شرار وبيقول له ما تحكمش على اي شيء من نظره واحده. طبعا في الوقت ده الواد بيكون هيعملها على نفسه من كثر الرعب وبيساله هو انت حي ولا انت شبح ولا انت ايه يا جدع؟ هانك بيقول له مش هيفرق معاك ومش مهم بالنسبه لي، بس المهم
المهم ان انا هنتقم لاخواتي المره دي. وفي احداث غريبه عجيبه بنشوف هانك مع اخواته من جديد وبيوصلوا عند نفس الباب، والمفاجئ ان هانك بيقول لهم نفس تعليماته بالحرف، وشكله كده ما اتعلمش حاجه من فرصته الاولى. ولكن قبل ما يقتحموا المكان من جديد بيتفاجئ هانك انه لوحده وبيلمح ايد من بعيد لكنه مش بيلحق يهرب منها، والايد دي بتمسكه وبتسحبه للمكان. بعدها بيكتشف الناس سنو وايت وانها اللي كانت مكتفاه. هانك بيكون مرعوب ومشلول ومش قادر يتحرك. سنو وايت في الوقت ده بتقول له انت كمان يا حبيبي طلعت عندك قوه خارقه، انا كنت متاكده انك مش مجرد شخص عادي. بعدها ولحسن الحظ بنكتشف ان كل ده حلم، وهانك اول ما بيفوق بيلاقي كل اللي على المركب مات. المشكله ان هو ما بيكونش فاكر فيه ايه ولا عارف ايه اللي حصل، بس في قوات من المقر بتطمنه وبتقول له ما تقلقش لانه تم السيطره على الوضع ويلا تعالى معانا. هانك طول الطريق بيكون شاغل باله باللي حصل في السفينه وبيسال القائد، فالقائد بيقول له انت كنت فاقد وعيك وده كل اللي نعرفه، ولكننا بنحقق علشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط للسفينه، وده لانها كانت مليانه بالجثث والمخدرات. سيبك من كل ده، احنا بنشكرك علشان انت انهيت مهمتك بنجاح. في اللحظه دي هانك ما بيكونش مرتاح ومفكر ان هو اللي قتل كل اللي على السفينه، وازاي اصلا هو لسه عايش لحد دلوقتي. القائد بيلاحظ توتره وتردده ده فبيحاول يطمن عليه. هانك بيقول له ما تقلقش لان انا بخير وكل حاجه تمام. فالقائد بيفهمه انهم قدامهم كتير علشان يرجعوا، وبيساله مش محتاج ترتاح او تنام على الاقل شويه. فهانك بيقول له ان هو مش محتاج اي حاجه، ولكن القائد بيعرفه انه لازم يرتاح اجباريا. هانك بيكون مصدوم ومش فاهم اي حاجه، وده لانهم بيطلعوا اقنعه ويلبسوها، وبنعرف انهم بيطلعوا غاز مخدر من تكييف العربيه، فهانك ما بيقدرش يستحمل وبينام منه. بعدها بنشوف القائد اللي بيكلم الدكتور اللي شفناه في بدايه الحكايه، وبيقول له جبنا لك العينه معانا. فبيقول لهم ده شيء مدهش، عملتوا واجبكم وزياده، هاتوه بقى على المختبر باسرع وقت، وده لاننا هنبدا في التشريح على طول. بعدها الدكتور المجنون ده بيقول اخيرا حصلت عليه، واخيرا هعرف سر الشيء الغريب ده. واول ما العربيه بتوصل بيجري عليها الدكتور وهو في قمه السعاده، وبيؤمر المساعدين انهم يدخلوه ويجهزوه في اسرع وقت ممكن. بيفضل يزعق لهم وبيقول لهم بسرعه يا بهايم قبل ما يفوق. فالكل بيجري علشان يطلع هانك، بس المفاجاه اول ما بيفتحوا شنطه العربيه بيلاقوا القائد والمساعد مقتولين في الشنطه مش هانك. والشيء المرعب ان الشخص ده ما بيلحقش يتحرك وبيموت هو كمان. في الوقت ده هانك بيصدمنا وبيبدا يطلق الرصاص الغريب ده زي سنو وايت، ومن قوه الرصاص ده بيخترق العربيه وبيخترق جسم الانسان. وسرعان ما الدكتور بيلاحظ ان كل الامن والمساعدين تساقطوا من جنبه، وفي تلك اللحظه الدكتور بيدرك ان هو بقى لوحده. وفي مشهد مليء في الفخامه هانك بينزل من العربيه، والدكتور بيكون هيموت من الرعب اول ما بيشوف هانك، وبيقول يا روح ما بعدك روح، وبياخد المستشفى جري من اولها لاخرها في 3 ثواني بس. بعدها بيطلب من كل الوحدات القضاء على الراجل ده باسرع وقت، وطبعا ده قبل ما هانك يخلص عليه هو كمان. في الثانيه دي هانك بياخد المسدس وبيجهز نفسه للمعركه، وفي ثواني معدوده هانك بيتحول لماكينه قاتله، واي حد بيقرب منه بيخلص عليه تماما، لحد ما بتيجي مجموعه من بعيد بتضرب هانك بالرصاص في دماغه، وهانك بيقع على الارض بسبب واحده من الرصاصات. ولما بيروحوا يشوفوا هانك مات ولا لسه في اعضاء منهم عايشين، هانك بيغفلهم وبيقوم وبيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني. في الوقت ده الفريق كله بيكون هيتجنن من انه لسه عايش، رغم انهم متاكدين ان الرصاصه جت في دماغه. هانك بيقوم وبيهجم على واحد منهم وبيجرده من سلاحه وبيخنقه، والواد ده بيفضل يصرخ من الصدمه وبيفضل يترجاهم انهم يساعدوه وينقذوه. بس سرعان ما بيلاحظ ان فريقه قلب فريق كوره، وكلهم باسرع من محمد صلاح في الجري. المهم هانك بيخلص عليه وبيروح لهدفه الرئيسي واللي هو الدكتور، وبيقول له انا كرست حياتي لخدمه الوطن وانت عاوز تعمل فيا كده. بس اقول لك على حاجه، انا مش متفاجئ، دايما كنت بحس انك بتضحي بينا علشان خاطر انجازاتك وبس، ودلوقتي بينقلب السحر على الساحر وجه وقت التضحيه بيك علشان خاطر الوطن. وما تفكرش اني بقتلك علشان خاطر انتقم، لكن دي ضريبه انك تكون شرير. فالدكتور بيقول له ده هانك واحنا هنتفاهم، نزل السلاح ده بالله عليك. هانك شكله اتجنن وبيقول له انت خايف من الموت ليه يا عم؟ ما تخافش، ده انا اتعرضت له مرتين 3 ولا 4 كمان، ولكن لحد دلوقتي مش عارف انا بنجو ازاي وجسدي بيرجع سليم من تلقاء نفسه، بس بحكم خبرتي كجاسوس وبجمع المعلومات ليكو وبقضي على كل الاعداء لازم اكمل مهمتي. وبيقرب على الدكتور والدكتور بيعملها على نفسه، بيقول له ده بس وانا هشرح لك كل حاجه وهعرفك ان الظروف هي اللي اجبرتنا على كل ده. هانك ما بيعجبوش الكلام وبيرفع مسدسه عليه. الدكتور بيقول له ده انا هساعدك وهرقيك وهخليك حاجه كبيره. هانك ما بيهزرش وبيضربه بالرصاص في رجله. بيقول له ترقي مين يا عم؟ ده انا عارفك اكتر من نفسك، اهدى انت بس كده وقول لي عملت فيا ايه بالظبط. الدكتور بيقول له اسمعني لان من الواضح كده في سوء تفاهم، بس انت ارمي السلاح ده الاول وانا هعرفك كل حاجه. هانك بيتهور من تاني وبيضربه في الرصاصه في رجله الثانيه، وبيقول له اخلص وجاوبني على سؤالي من غير ما تضيع وقتي، ومش عايزك تقول اي كلام ملوش فايده لان سؤالي كان واضح، انت عملت فيا ايه بالظبط؟ الدكتور بيكشف له السر وبيقول له حتى لو مت يا هانك فانت هترجع للحياه من تاني، وحتى لو انجرحت فجروحك هتتعالج في ثواني معدوده. انت حاله غريبه او طفره جينيه، لكنك مش الوحيد اللي بتمتلك القدرات دي، لان الرؤساء والزعماء اللي وصلوا لقمه اليابان اكتشفوا
واكتشفنا انهم عندهم نفس القدره، ودي شكلها نوع جديد من التكنولوجيا الحديثه اللي اكتشفوها، فاحنا كمان حبينا نعرف التكنولوجيا الحديثه دي ونستخدمها، وعلشان كده بدانا نبعت العملاء السريين ليهم، ولكن بدل ما يجمعوا المعلومات لينا ماتوا كلهم في ظروف غامضه. بس احنا ما استسلمناش وبدانا في وضع خطه جديده. بعدها قررنا اننا نرسل عميل سري من الدرجه الاولى لضمان نجاح الخطه، وبسبب ده تم اختيارك انت وفريقك لاستكمال باقي المهمه. وفي اول ما رصدنا سنو وايت داخل كوريا قررنا ارسالك لانها اكيد جابت معاها التكنولوجيا دي. هانكي بيقول له انت بعتنا قطام علشان شيء سخيف زي ده. الدكتور بيعرفوا انهم لو سيطروا على التكنولوجيا دي وبقت معاهم فبعد كده مفيش مهمات صعبه ولا خطيره، وده لانه مش هيفقد حياته او هيتصاب بخدش حتى. وبيقول له انت عملت اللي عليك يا قائد هانكي، انت بطل قومي وفخر البلد يا ابني. هانكي بيروح مناول الرصاصه الثالثه في كتفه. الدكتور بيصرخ مره واحده وبيقول له انا قلت لك على كل حاجه، بتضربني تاني ليه؟ هانكي بيقول له يعني انت دلوقتي خليتني بطل؟ ده انت من كنت 5 دقايق بالظبط عاوز تعملني فار تجارب ليك. بس افهم من كلامك كده انك تعرف الوليه السعرانه اللي اسمها سنو وايت، وبرغم انك عارف انها مش بتموت ولا بتنجرح بعتنا ليها برضه، وكل ده حصل بسبب جشعك وطمعك للسلطه والشهره، وكان المفروض تجمع المعلومات في الاول قبل ما ترسلنا ليها. بس في الاول وفي الاخر احنا بالنسبه لك مجرد فيران تجارب، ولولا اعمالك الشريره كان ممكن انقذ اصدقائي وكل ده ما كانش حصل اصلا. الدكتور بيقول له فلنفترض ان عندك قدرات خارقه دلوقتي، وسواء ارسلتكم ولا لا فانا ماليش ذنب، انت قلت انك تقدر تهزم كل جنود الياكوزا لوحدك. هانكي بيقول له يا عم انا قلت رجال الياكوزا مش كائن خارق زي الوليه دي. الدكتور بيتعصب عليه وبيقول له انا مالي، ده شغلك، حتى هم كانوا عارفين ان دي مهمه حياه او موت ووافقوا، ثم انت مفكر نفسك مين علشان تحاسبني؟ ده انت مجرد واخد حقير. طبعا الكلام ده ما بيعجبش ابنين هانكي وبيديله ركله بيطيره لبعيد، وبيقول له اسكت انا مش عاوز اسمع صوتك تاني للابد، وانا مش هقتلك، انا هسيبك تحس بالالم اللي حس بيه افراد فريقي. بعد هانكي بيدخل المسدس وبيسيبه وبيمشي، وبعد عده خطوات فجاه بيطلع سكينه وبيقول له بعد التفكير لسه الليل طويل، تعال نتسلى شويه. الدكتور بيقلب كتكوت من تاني وبيقول له نزل سلاحك يا هانكي واهدى. في نفس الوقت الشرطه بتوصل للمكان وبيطلقوا النار على السكينه من ايد هانكي، فالسكينه بتقع وبيقول له هانكي ارمي اسلحتك واستسلم فورا. والدكتور بيقول لهم اخيرا جيتوا، انتوا تاخرتوا كده ليه؟ كل ده علشان تيجوا الحقوني بسرعه، الراجل ده مجنون وعايز يموتني. وسط الاحداث دي كلها قوات الشرطه بتكون بتقتحم المكان وبتنتشر فيه كله. هانكي بيقول شكل الوضع بقى خطير، انا لازم الاقي مكان استخبى فيه وبسرعه. لكن اول ما هانكي بيبدا في الجري قوات الشرطه بتهجم عليه وبيخرموه حرفيا. بعدها بيوقفوا الضرب وبيروحوا يطمنوا على الدكتور والجثه بتاعت هانكي، والدكتور بيكون مبسوط وبيقول احسن شيء انك تكون صاحب سلطه وقوي لانك دايما بتنجو من اي موقف. وبيروح لهانكي وبيكون مستغرب ازاي جروحه لسه ما خفتش ورجع للحياه تاني، بس بيقول له مش مهم لان كل اللي عليك هانكي دلوقتي انك تكون مقيد طول حياتك وتديني دمك بكل سرور، لان في النهايه انت وامثالك من الجرابيع والياكوزا اخركم رصاصه تخلص عليكم وتعطلكم. في الوقت ده بتيجي بنت غريبه وبتقول للاسف شكلها دي كده نهايه خدمه القائد هانكي، بس الدكتور بيتصدم صدمه عمره اول لما بيشوفها، وبنكتشف ان اسمها اكي وانها قائده الياكوزا. طبعا الدكتور بكل رعب بيقول لقوات الشرطه اقتلوها بسرعه، دي من الاعداء وتبع الشخص ده. وبالفعل كل القوات بتبدا في الاطلاق عليها، ولكنها بتكون اسرع منهم بكتير وعندها رشاقه ومرونه كبيره بتخليهم ما يعرفوش يحددوا مكانها اصلا او يصوبوا عليها، بس هي ما بتضيعش وقتها في الحركات البهلوانيه وبتبدا تتشمل فيهم واحد ورا الثاني. بما ان قوات الشرطه عددهم كبير جدا في مجموعه منهم بتبدا تضرب عليها النار، وبسبب ده هي كمان سحبت كل سيوفها وقدرت تتصدى لكل الرصاص بيهم. وفي استشهاد الجنود من الصدمه بدات في الهجوم السريع عليهم، بس قوات الشرطه ما بتستسلمش بالسهوله دي، والقناص بيضرب عليها النار. والمفاجاه انها ما اتفادتش الرصاصه ولكن قدرت تقسمها بسيفها لنصين. وفي مشهد اسطوري اكي بتبدا تقطع فيهم واحد ورا الثاني لحد ما بتخلص عليهم كلهم، وما بيفضلش غير شخص اخير الا وهو الدكتور. ولسه هيقول لها انت مش بشريه وانت وحش والكلام الفارغ ده، فبتقول له اخرس وبتقطع راسه لنصين. بعدها بتروح لبطلنا وبتقول له شكلك القائد هانكي، وبتعرفه ان القائده سنو وايت بعتتها ليه علشان تجيبه معاها. بس هانكي بيقول لها ابوك على ابو سنو وايت في يوم واحد، غور يا بت من هنا. هانكي بتعرفه انها تاخده معاه سواء كان بالذوق او بالعافيه، وبتقول له لاجمل القائده ما حددتش هي عايزاك كام قطعه، وبتبدا في الهجوم عليه هي كمان بسيفها. شكل اللي عندهم القوه دي كلهم مجانين ودماغهم رايحه منهم. المهم هانكي بينجح في التصدي لهجومها بسكينته الصغيره، وبتبدا المعركه الملحميه. هانكي بتكون مذهوله وبتقول له انت قدراتك مثيره للاهتمام وشكلك كده ما خسرتش دم كتير. هانكي بيحاول يفهم وبيسالها هي دي الطريقه الوحيده علشان نموت، لكنها ما بتدوش فرصه ولا اجابه وبتهجم عليه بكل سرعتها. والحمد لله هانكي بيقدر يصد سيفها والا كان هيتحول لنصين. هانكي بتزهق منه وبتقول له انت خلاص صمدت لفتره كبيره، بس هي دي النهايه. هانكي بيحاول يصد لهجماتها وبيصد الضربه الاولى بالفعل، ولكن الضربه الثانيه بتطعنه بسيفها، بس هانكي بيتحمل الالم وبيمسك ايدها. والصدمه ان هما الاثنين بيهجموا على بعض، وهانكي بتقطع ايد هانكي وبتشق نص بطنه. هانكي بيتألم وبيقول ان اخر مره جرح رقبتها وما ماتتش، بس المره دي هو قطع رقبتها بالكامل واكيد هو فاز بالمعركه. وبنكتشف ان بالفعل
زي ما هانك بيقول هجوم وقطع رقبه اكي، بس ابننا هانك بيحس بالالم ودوخه شديده وبيقول شكلي هموت بجد ولا ايه؟ انا حاسس اني بموت فعلا. والصدمه انه بيسمع صوت بيقول له مش انا قلت لك انك مثير للاعجاب؟ وبيلاقي اكي لسه على قيد الحياه وماسكه راسها في ايدها وماشيه عادي جدا، بس المذهل انها اول ما بتحط راسها على جسمها بتلزق تاني وبتتجدد، وشكلها كده حانت النهايه وبطلنا يسمع كلامها لانه ما بيكونش قادر يتحرك اصلا. اكي بتعرفه ان المقاومه ملهاش فايده لان سنو وايت هتجيبك مهما عملت، وانت عملت كل اللي عليك في المعركه ولكن استسلم دلوقتي لانك في الحالتين هتطلع خسران. هانكي بيسالها ازاي انا مش قادر اتحرك وانت عماله تتنططي من غير راس كده عادي. اكي بتشرح له وبتعرفه ان هدفه كان انه يقتلها وما حصلهاش حاجه بما انها ما بتموتش، ولكن هدفها انها توقف شريان الدم بتاعه، ففي كده مش هيقدر يتحرك غير اما هي تحرره. وبتقول له انا عاوزك تستريح كده وما تقلقش لانك اول ما تصحى هتلاقي نفسك قدام السيده سنو وايت. بس الغريب ان هانكي ما بيفقدش وعيه زي ما اكي كانت متوقعه. اكي بتقول ان الموضوع ده غريب مع انه وقفت شريان الدم بتاعك ولكنك لسه واعي، وبتقول له المهم يلا بينا نتحرك قبل ما الوقت يتاخر. بس بطلنا هانكي بيقول في نفسه لا تراجع ولا استسلام وبيقوم وهو مطعوم من مكانه. اكي بتتصدم وبتقول له مستحيل، ازاي قدرت تقف تاني بعد ما وقفت شريانك؟ بس هانكي ما بيقفش بس ده بيهجم عليها كمان، لكنها بتقول له يا غبا انا قلت لك ان المقاومه ملهاش فايده وكل اللي هتستفيده في النهايه ان انا هدمر لك اطرافك. واكي في لمح البصر بتهجم عليه وبتقطع له ايده الثانيه، والمفاجاه ان عمنا هانكي اول ما بتلف وشها بيديها لكمه بتطيرها لبعيد. واكي بتكتشف انه بقى عنده ايدين جداد وبقى اقوى من الاول، وكمان سرعته بقت في مستوى تاني. وهانكي بيكون عامل زي الثور المجنون وبيفضل يضرب في اكي، بس مع كل القدرات اللي اكتسبها دي ما بينساش قدرته كدراكولا وبيطير في الهواء وبينقض على ايد اكي. فاكي بتحاول بكل الطرق انها تبعده عن ايدها، بس شكل كده الواد بقاله يومين في المركب ما كلش اي حاجه وما صدق لا حته لحمه. في الوقت ده اكي بتحس بألم رهيب وبتقول على المعدل ده فهي هتموت بسرعه، وبتحاول انها تقفز الخلف علشان تفلت من انياب هانك، والمفاجاه انها بتخسر ايدها. وهانك بيرمي ايدها من بقه وبيقول لها انها مقرفه زيها. وطبعا الاتنين ما بيكونوش طايقين بعض وبيكونوا جاهزين علشان يهجموا على بعض من جديد، ولكن من حيث لا تدري بيلاقوا هما الاتنين الرصاص اتفتح عليهم. اكي بتحاول تصد الرصاص ولكنها بايد واحده والرصاص بيكون كتير جدا فبتتصاب. المهم بنشوف هانك واكي اللي اتغدر بيهم وهما بيتعاركوا. بعدها بنعرف ان اللي غدرت بيهم واحده من المنظمات الشيوعيه واللي من معتقداتهم ان هم يقتلوا الوحوش والمخلوقات الغريبه، وشكلها كده ولعت يا معلم. اكي بتقول من الواضح كده ان الاوغاد دول نصبوا لنا فخ. في الوقت ده قائده التنظيم ده واللي اسمها استغفر الله العظيم ما ينفعش اقوله بتعرفهم ان دي النهايه ودلوقتي جه الوقت علشان نخلص عليكم وتريحونا وتريحوا العالم من قدراتكم الخارقه دي. وفي نفس اللحظه بتؤمر الجنود باطلاق النار عليهم، ولكن زي ما انتم عارفين بطل ما بيموتش بالحاجات البسيطه دي، وده لانه محتاج خزنتين اي كي ام تضربه بار بي جي تاكله 17 امباليه، انما الكلام ده ما ياكلش معاه خالص. القائده بتاخد بالها وبتقول لهم وقفوا ويبداوا بلان بي بسرعه، وبتطلب منهم يحرقوا واحد ويسيبوا لها الثاني وهي هتتعامل معاه. فينها دلوقتي سنو وايت؟ كان زمانها مطفيه الحريقه دي بمكعبات تلج. المهم بنشوف الفريق اللي بيجهز بنادق غريبه وبيضربوا بيها هانك، لكنها ما بتكونش بنادق عاديه، دي بتضرب اسهم يا معلم. هوبا البنادق دي بتخرم الواد هانك، بس الصدمه انها مش اسهم عاديه، دي اسهم صاعقه. في اللحظه دي واثناء ما هانك بيتشوي على نار هاديه بتروح القائده لاكي وبتقول لها ايه رايك في النهايه المؤلمه بتاعت زميلك؟ مش عاوزاكي تقلقي خالص لان دورك جاي انت كمان. بتقول لها كمان بمعتقداتها الغريبه ان هي بعد ما تقتلها فاكي هتخش النار وتتعذب فيها ودرجه حرارتها هتكون اعلى بكتير. ولكن قبل ما القائده تعمل اي حركه بتلاحظ ان اكي بتتاثر بالشمس وبتبدا تتحرق تدريجيا، فالقائده بتفهم انها من فصيله مصاص الدماء والشمس هتقوم معاها بالواجب وزياده. وسط الالم اكي بتقول لها انت مفكره نفسك مين علشان تحاسبيني؟ انت مجرد بشريه حقيره. القائده بتقول لها ما تستخفيش بيا ولا تقللي من احترامي، والافضل ليك انك تموتي وانت ساكته، وبتدوس على دراعها وبتكسره. القائده بتكمل كلامهم بتقول لها انا كنت مفكراكوا اذكياء زي ما بيقولوا، بس الخارقين دول طلعوا ولا اي حاجه، ودلوقتي مع الاسف فانا هقتلك بايديا دول. القائده بيجن جنونها وبتقول لها انا مش هكتفي بده كمان، انا هقتل صديقك ده وهقتل نسلكم كله. في اللحظه دي بتسمع اصوات صرخات لجنودها وبتسالهم ايه اللي حصل. سرعان ما بتتفاجئ لما بتلاحظ هانك لسه واقف على رجليه عادي جدا، والقائده بتستغرب وبتساله هو انت ازاي ما تاثرتش بالشمس؟ في اللحظه دي اكي بتستغل ان الكل مركز مع هانك وبتقول دي الفرصه المثاليه. سامحني بقى يا عم هانك بس لو الموضوع هيقلب بعكننه فالجري نص الجدعنه. اكي بتجري وبتنفد بجلدها، والقائده بتقول انها ممكن تلحقها وتقتلها لكنها بتقلق تسيب الجنود مع وحش همجي زي هانك. في الوقت ده هانك ما بيموتش ولا بالمسدسات ولا ببنادق ولا الاسهم ولا اي حاجه، وبيطير وبيهجم على الجنود بمخلبه. ولما هانك بيكون على وشك انه يشيل وش الراجل من مكانه بتتدخل القائده وبتقطع ايد هانك وبتؤمر كل الجنود انهم يتراجعوا ويعملوا انسحاب تكتيكي. هانك بيكون بيبص لهم بنظره مرعبه جدا، فالقائده بتتوتر وبتقول لهم خلوا بالكم لان ده شكله اخطر من اللي هربت، وبتهجم عليه بسيفها الاسطوري علشان تعرفوا انها مش
خايفه منه. بس الصدمه ان هي بتلاقي عمين هانك بيصد السيف بايده عادي جدا، ولما السيف بيقطع نص ايده القائده بتساله انت مش شايف انك تقتلني بايد واحده صعب عليك، ما بالك بقى بالنص ايد اللي فاضله دي؟ فهانك بيقول لها انت معاكي حق والله، استني كده ثانيه واحده، وفي لمح البصر بيطلع لها دراعين جداد وبيهجم عليها بسرعه. بس القائده بنت اللذينه دي طلعت رشيقه جدا وبتتفادى هجمته بسهوله، وبنت الايه بتستغل اللحظه دي وبتهجم عليه بكل قوتها وبتسدد له ضربه قاضيه، بس بتعترف له بمهارته وقوته وبتقول له كان فينك من زمان يا جدع، انا بقالي زمن ما قتلتش حد قوي زيك، بس من المؤسف ان هرسلك للجحيم. القائده بتتفاجئ لما بتشوف بطلنا هانك بيمص دم الجندي. مش قلت لكم يا جدعان من بدايه الحكايه ان بطلنا ده شكله هيقلب على دراكولا؟ غالبا بيحاول يواكب السيزون بتاع لعبه بابجي. المهم القائده بتعمل ايه 404 في دماغها كده وبتقول ما هو مصاص دماء اهو يا جدعان، ازاي الشمس ما بتاثرش فيه؟ ما حد يفهمني. القائده خلاص دماغها لسعت وبتقول له يا عم انت المفروض كان زمانك ميت، بس شكلك خدت فرصه تانية. عموما يا انت النهارده وانا مش هسيبك غير لما هقتلك يعني هقتلك. القائده المغفله دي بتفضل تقول له تعالى يا مسخ حقير وبتفضل تتنمر عليه وتستهزأ بيه، ولكنها ما بتكونش ملاحظه ان هانك اصلا اغمى عليه تماما وهي عماله ترغي مع نفسها. القائده بتسال نفسها هو ايه اللي بيحصل؟ هو انا لحقت اخلص عليك؟ والله انا عارفه ان انا جامده قوي بس مش للدرجه دي يا جدعان. بعدها هانك غيبوبه بيصحى على صوت بينده عليه وبيقول له القائد هانك فوق كده يا عم الغيبوبه انت. هانك بيقول الصوت ده انا عارفه كويس، اكيد الصوت ده صوت الجنرال. بيساله انت في وعيك حاليا ولا الدنيا مغيببه معاك خالص؟ اول لما هانك بيقوم بيلاقي القائده بتتكلم معاه وبتقول له شكلك واعي دلوقتي، اسمعني كويس وركز معايا. بتكمل كلامها وبتقول قررت منظومتنا العليا بسبب سلوكك العدواني والوحشي باننا نقتلك. هانك بيقول لها انت بتقولي ايه وليه يا مجنونه انت؟ تقتلوا مين وتعملوا ايه؟ لكنه بيتفاجئ انه مقيد ومش عارف يتخلص من قيوده، فبتقول له انت خطر على البشر ولازم نقتلك يا مصاص الدماء انت. هانك بيقول لها مصاص دماء ايه وهبل ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده اصلا وانا عميل سري مهم. القائده بتقول له تصدق حجه مقنعه، انا صدقتك يا عم العميل هانك. بعدها بتمسك بطلنا من بقه وبتقول له افتح بقك بسرعه. هانك بيقول لها انت خلاص دماغك لسعت، بتعملي ايه يا مجنونه بعيد عني؟ القائده بتجرح نفسها وبتخلي هانك يدوق دمها، ومره واحده هانك بيكون زي المجنون وعروقه بتخرج من مكانها من كميه اللهفه اللي هو فيها، وقوته بتزيد لاضعاف مضاعفه وبيكون هيفرتك السلاسل. بطلنا بيكون مفجوع وبيقول دم، انا عايز الدم ده، انا عطشان جدا. لكن سرعان ما بيتملك اعصابه وبيرجع تاني لطبيعته، فبتقول له ها صدقت انك مصاص دماء ولازم تموت؟ هانك ما بيكونش مصدق نفسه وبيسالها هو ايه اللي حصل ده دلوقتي؟ هو اللي حصل فعلا ده كان حقيقه ولا ده الذكاء الاصطناعي اللي الدكتور قال عليه؟ ومره واحده هانك بيستعيد الاحداث في دماغه وبيفتكر كلام القائد لما عرفوا ان السفينه كان كل الجثث اللي فيها مش مقتولين وانما دمهم ممصوص. هانك بيقول مستحيل، يعني انا اللي عملت كده؟ انا مش مصدق اللي بيحصل لي. وفي ظل ما هو حزين وغارق في الندم القائده بتعرفه ان هو عنده فرصه اخيره علشان يعيش، وطبعا ده مش علشان هو عميل سري مهم ولا حاجه، ولكن لانه عنده نفس الهدف المشترك بتاعهم وانه يخلص على سنو وايت. وبتقول له انت والقادة بتوعك اغبياء ومتهورين، ازاي هجمتم على سنو وايت؟ لو مش بس كده هجمتوا عليها بقوات ضعيفه وبدون اسلحه على مصاص الدماء زيها. فهانك بيقول لها ايه ده، هو سنو وايت هي كمان مصاص الدماء؟ القائده بتفهمه وبتوضح له انها من اقوى واخطر الفصائل في مصاصين الدماء، وبتقول له انها مش مهتمه سواء كانت خطيره او لا، لانها تقضي عليها بايديها دول، وان ده هو هدف المنظمه الاساسي والرسمي. وبتساله هو انت ما كنتش تعرف انها مصاص الدماء ولا ايه يا معلم؟ هانك بيقول لها ان المخابرات ذات نفسها ما تعرفش الموضوع ده اساسا، ولكن الدكتور كان مفكرها نوع جديد من التكنولوجيا. القائده بتقول له وفقا لقوانين المنظمه كان لازم اقتلك، بس انا هديك فرصه خاصه علشان انا شبه محتاجه لك. وبتحط رجليها على صدره بكل تكبر وبتقول له انا هخليك الكلب الجديد بتاعي. هانك بيقول لها كلب مين يا بت انت مصره تخليني افك نفسي واقتلك؟ القائده بتتراجع عن كلامها وبتقول له انها كانت بتهزر معاه وان ده مش وقت قتالهم مع بعض خالص، ومفيش داعي انهم يضيعوا وقتهم وقوتهم على بعض، ومن الاحسن اننا نتحد ونقضي على عدونا المشترك. بتطلب من هانك انه يجهز نفسه علشان في معركه كبرى هتحصل وهيكون هدفهم فيها هو القضاء على سنو وايت. على الجانب الثاني وفي نفس الفندق اللي تم القضاء فيه على هانك وفريقه بنشوف المشؤومه اللي اسمها سنو وايت بتقول انا زعيمه الياكوزا، زعيمه اكبر مافيا في البلد واكبر مهربه فيها، ازاي مش عارفين تجيبوا لي حشره واحده من الشارع؟ وفي نفس الوقت بتكون بتخنق اكي وبتوجه لها الكلام علشان فشلت انها تجيب لها هانك، بس المرعب انها بتكون مقطعاها ل 100 حته وماسكه يا دوبك جزء منها. والغريب في الموضوع ولا اقول لك انا بقيتش استغرب، اكي بعد كل ده بتكون عايشه وبتقول لها انا اسفه يا زعيمه. سنو وايت بتقول لها لا عادي يا حبيبتي، انا كنت متوقعه ده من البدايه لان انت المفروض ما تتكلفيش بمهمه كبيره زي دي، ولكن اعمل ايه، انت الوحيده اللي متاحه ليا الفتره دي. في اللحظه دي سنو وايت بتديها قبله الحياه وبنكتشف انها كانت بتديها دمها الخارق، واكي في نفس اللحظه جسمها بيتبني وبترجع لطبيعتها، ولكن جسمها بلبوصه بما انه مش جسمها الحقيقي اللي سنو وايت ده شملته خلاص.
في النهايه سنو وايت بتقول لها دي فرصتك الاخيره، انا عايزه هانكي باي ثمن. بعدها بنشوف اكي اللي اتغيرت 180 درجه، بقت اكي جديده برو ماكس وقوتها بتكون متفجره وعروقها بارزه جدا. وبنكتشف ان في حد بيراقبها من البدايه ولكن مش معروف هو بيعمل لصالح مين. في الوقت ده بنرجع لهانكي اللي بيكون قاعد مع القائده في العربيه، بيكون قاعد سرحان ومش داري باي حاجه. القائده بتنكشه وبتقول له كل ده قاعد بتختار يا عم، عرفنا خلاص انك هتبقى في الاخر كلب المطيع، لانك لو اخترت تكون مصاص دماء هيكون موتك على ايدي برضه، وكمان هستهدف سنو وايت واخلص عليها لوحدي عادي جدا، ولكن لو بقيت معايا فهتاخد انتقامك وهتكون مهمه سهله لينا، وبحذرك من دلوقتي يا هانكي انك تكون بتفكر تغدر بينا. هانكي بيكون مش معاه وفي عالم تاني، وبيكون قاعد يفتكر تعليمات الجنرال ليه، وبتقول له واضح يا هانكي من تعبير وشك كده انك لسه لحد دلوقتي مش مستوعب انك بقيت مصاص دماء. هانكي بيسالها انت عايزه ايه دلوقتي وليه جايباني معاكي هنا؟ فبتقول له بدل ما تشكرني ان انقذتك كان زمانك دلوقتي كل الفصائل بتستهدفك، يعني حاليا انت معرض لخطر كبير جدا، فلو انا ما قتلتكش في غير كتير عاوزين يقتلوك، وعلشان كده من الاحسن ان احنا نتحد سوا علشان ننهي الموضوع ده. فهانكي بيسالها هو انت بعد كل اللي حصل ده لسه واثقه فيا؟ القائده بتقول له لا طبعا عمري ما هثق فيك، ولكن عدوي هو حليفي، وده شيء كافي بالنسبه ليا. بعدها بتاخد هانكي المقرهم الرئيسي واللي بيكون عباره عن كنيسه، لكنها بتعرفه انها مش مجرد كنيسه عاديه. في الوقت ده في مجموعه من الفريق بينزلوا ولسه هانكي هينزل معاهم، القائده بتروح قافله عليه الباب وبتقول للسواق يتحرك. هانكي بيكون مستغرب ومش عارف القائده بتتعامل معاه كده ليه، فالقائده بتوضح له ان هو المفروض كان ينزل ولكن دي مش وجهتهم الرئيسيه، وده لان الكنيسه مكان مقدس ومليء بالتحف الاثريه وما ينفعش وحش زيك يدخله. هانكي بيسالها هو انت فعلا لسه مش واثقه فيا؟ فالقائده بتعرفه ان الموضوع مش موضوع ثقه، حتى لو كنت واحد من اعضاء الفريق مش هسمح لك انك تدخل، وده علشان انت دلوقتي مجرد فريسه لسنو وايت، واكيد الكنيسه مش هتكون مكان للقتال، ده غير ان صنفتك كحاله خاصه فلازم تكون تحت مراقبتي واشرافي، يعني بالبلدي كده هتضطر تعيش معايا الفتره دي علشان تكون تحت مراقبتي. وبيروحوا الفندق تبع المنظمه وبتعرفوا ان الفندق ده بيوفر لك كل حاجه ممكن تحتاجها، ده غير انه قريب من المنظمه وصعب حد تاني يحدد موقعك فيه. وبتقول له بعد تفكير طويل فانا عملتك بطريقه بشعه، وعلشان كده احب اشرح لك كل حاجه، احنا منظمه الفاتيكان السريه لمحاربه المخلوقات الغريبه. وبتقول له طبعا انت عندك اسئله كتير دلوقتي في دماغك وانا هجاوبك عليها. هانكي بيقول لها انا عاوز اعرف عن مصاصين الدماء اكتر، فبتقول له بديهيا كده هم مخلوقات بيتغذوا على دماء البشر علشان يعيشوا، وطول ما هم بيشربوا دم عمرهم ما هيموتوا، لان عندهم قدرات بدنيه اعلى من البشر بكتير جدا، ده غير ان معظم مصاصين الدماء عندهم قدرات خارقه تانية، وكل مصاصين الدماء يقدروا يصنعوا جيل جديد عن طريق دمهم، لان في البدايه كل مصاصين الدماء كانوا من الاجيال القديمه، وحاليا مفيش غير سنو وايت هي الوحيده من الجيل القديم، وعلشان كده لازم نخلص عليها قبل ما تنشئ جيل جديد. هانكي بيستوعب كده وبيقول دم المصاصين، وبيفتكر انه عض سنو وايت وشكله كده دمها اثر عليه. هانكي بيحاول يفهم وبيقول لها ازاي نقدر نقتلها كده. القائده بتعرفه ان مبدئيا كده مصاصين الدماء ممكن يموتوا لو تعرضوا للشمس، وده لان الشمس ممكن تحرقهم حتى الموت، وحاليا دي اسهل طريقه لقتلهم. بس انا برضو مش فاهمه لحد دلوقتي ازاي ما اثرتش فيك الشمس، شكلك كده مصاص دماء قوي علشان كده سنو وايت عايزه تخلص عليك، واحنا لازم نستغل ده ونحولها لفرصه ليك، يمكن نقدر نتغلب بيها على سنو وايت، ولكننا علشان نقدر نهزم سنو وايت لازم تكون اقوى من كده بكتير، وعلشان كده عاوزاك تستعد لتدريبات مكثفه علشان تكون خصم صعب ليها. اتمنى انك تكون فهمت بقى انا جبتك هنا ليه بالذات. هانكي بيقول لها طبعا انا دلوقتي فهمت كل حاجه، بس لازم تخافي مني كمصاص دماء ما بيتاثرش بالشمس، ممكن اكون الاقوى والاسوأ. فبتقول له لا انا مش خايفه منك وعارفه انك اقوى مني بكتير، لكنك ما تقدرش تقتلني علشان انت محتاجني اكتر ما انا محتاجها لك، وده لانك لو قتلتني طبعا هتخسر حاجات كتير انت محتاجها. بس عمنا هانكي بيعرفها انها فهمته غلط، وهو يقصد ان بما ان سنو وايت بتراقبه فانت كده في خطر كبير طول ما انت معايا، ولكني متاكد انك زي ما عندكيش اي حاجه تخسريها. فالقائده بتضحك وبتقول له دلوقتي عرفت انت ليه كنت القائد، بس ده طبعا مش هيخلينا انسى انك مصاص دماء واتساهل معاك، ولكن انت دلوقتي بقيت جزء من المنظومه بشكل مؤقت، وده طبعا لحد ما نقتل سنو وايت، علشان كده لازم ندربك ونخليك اقوى وافضل، ولو عندك اي شكاوى ما تترددش قول لي علشان الشكاوى هتبدا من دلوقتي. فهانكي بيعرفها ان هو مش خايف من الموت لانه مات كتير قبل كده اصلا، وكل اللي هو محتاجه دلوقتي انه عايز ينتقم لاصحابه وزملائه اللي اتغدر بيهم، وبسبب ده مهما كانت المخاطر فبطلنا عمره ما هيستسلم. فبتقول له في قعده مصادب كده عارف يا واد يا هانك انا مصدقك وحاسه كده انك بتقول الحقيقه، وكل اللي فهمته انك بتعمل كل ده علشان عايز تنتقم، انا عاجبني جرأتك ووفائك لاصحابك، بس دلوقتي انتهت فتره الكلام وبدأ الجد، وانا هكون مبسوطه جدا بترويضك، جه الوقت علشان تاكل، يلا خد لك قطمه مني. فبيقول لها انت تقصدي ايه؟ انت عايزاني امص دمك؟ ده شيء مستحيل. فالقائده بتعرفه ان هو في النهايه بقى مصاص دماء، ولو ما شربش الدم من فتره للتانيه هتبدا تتشل حركته وهيكون متعطش للدماء بشكل مرعب. فهل انت عاوز تشرب
تشرب دم الابرياء والمساكين؟ احنا ما قدامناش دلوقتي غير الحل ده، انجز بقى يا عم رقبتي وجعتني. هانكي بيقول لها براحتك، تعالي بقى انت اللي جبتيه لنفسك. وبالفعل بيمتص شويه من دمها، لكنها بتقعد تقول له اكتر، خد حبه اكتر. هانكي في اللحظه دي بيفتكر سنو وايت وانها كانت بتقول انه شخص مميز. بيسكت شويه كده وبيدفع القائده لبعيد، بيقول لها المفروض تدافع عن دمي، انا بقيت مصاص دماء هدفه الاكبر هو الحصول على الدم، اكيد ما كنتش هوقف امتصاص في دمي. القائده بتعرفه انه مش مهم وانه يعمل اللي هو عاوزه، وبتقول له انا مش قلت لك انك محتاجني اكتر من ما انا محتاجه لك؟ وبتقول له خلي بالك بكره هيكون عندك يوم صعب جدا، علشان كده انصحك تنام بسرعه، لانك لو خلفت بوعدك انا هقتلك بكل برود. في الوقت ده هانكي بيكون متضايق من شخصيته الجديده وانه بقى متعطش للدماء، وبيبدا يفكر هل هو هيكون مضطر يشرب من دمها كل يوم، وهل هو اساسا محتاج للدم كل يوم. وفي النهايه بيقول ده امر بشع جدا، كل ده علشان ايه؟ علشان مجرد انتقام. لكن انا حتى لو كنت مصاص دماء في قلبي لسه نضيف ومش هكون واحد منهم، انا عارف اني مش هتغذى على دم البشر علشان انا هحصل على انتقام قريب جدا. في الوقت ده بيفتكر اصدقائه وبيدعي لهم بالرحمه، وبياكد لهم ان هو ينتقم ليهم مهما كان الثمن. بس في اللحظه دي هانكي بيجيب العيد وبينام جنب القائده. القائده بتاخد بالها وبتفوق من نومها وبتقول يا نهار ابيض، هو نايم جنبي هو احول ولا ايه؟ على حسب خبرته واللي اعرفه ان مصاصين الدماء عندهم قوه نظر خارقه، فازاي العبيط ده ما خدش باله ان في اوضه تانية وهناك سرير مجهز ينام عليه؟ لكن بالرغم من ده فهو نايم جنبي، ده شيء محرج جدا. حاجه غريبه انك تشارك سريرك مع شخص تاني. وشكل كده نظريه لهانكي طلعت غلط وانه شخص قذر جدا، ولما بتبص عليه بتكتشف ان هو نايم، ولكنها بتكون متوتره ومش عارفه تنام، وبتقول وبعدين في القرف ده لا انا محتاجه اهدي اعصابي علشان اقدر انام في الوضع الغريب ده. واثناء ما هي بتعمل مديتيشن عمنا هانكي بيجيب العيد تاني وبيحط ايده عليها وهو بيتقلب من غير قصد. في اللحظه القائده بتصرخ وبتقول له قوم على السرير التاني يا حيوان. وتاني يوم بتاخده المكان التدريب وتقول له انا عاوز اعتذر ليك لان انا ما نمتش امبارح كويس، فهتلاقيني مش مفوقه وتعبانه حبه وانت عارف ليه، ولكن انا النهارده عاوزاك تركز معايا علشان هشرح لك ازاي تقدر تقتل مصاص الدماء. بعدها بنشوف هانكي المصفوع من الحياه ومن القائده حرفيا، وبتكون صابع القائده معلمه على وشه فهو ما بيهتمش وبيركز معاها، وبتعرفه ان في طريقتين بس، واحده قالت له عليها امبارح وهي ضوء الشمس، والثانيه هي الفضه، لانها تقدر تسبب جروح والام حارقه ممكن تقضي على مصاص الدماء، وعلشان كده استخدم الاسلحه الفضيه في قطع الراس او الطعن في القلب، وده هيسبب ضربه قويه ممكن تخلص عليهم. بس هانكي بيفتكر قتاله مع اكي اللي ما ماتتش لما قطع راسها، وبيفهم انها كانت سكينه عاديه مش فضيه. القائده بتعرفه ان دي الطرق الوحيده علشان يتخلص منهم، وبتقول له هل في اسئله تانية قبل ما نبدا التدريب؟ قبل ما نكمل حابب اقول لكم ان في طريقه ثالثه هنعرفها في المستقبل، فعاوزكم تنزلوا تخمنوا كده وتكتبوا في التعليقات، لان اللي هيجاوب صح على سؤال حلقتنا يظهر معانا في الفيديو اللي جاي. المهم هانكي بيقول لها انا اسف بسبب اللي حصل امبارح، ولكن القائده فجاه بتتعصب وبدون اي مقدمات بتهجم عليه، بس هانكي بيقدر يسد هجومها بسهوله وبيسالها بتعملي ايه؟ ده انا بعتذر لك حتى. فالقائده بتقول له ان التدريب بدا ولازم اتاكد انك سريع وهتفيدني في القضاء على سنو وايت، ولازم تحط في دماغك ان احنا هنا مش عشان نلعب، انت خلال ايام بسيطه هتكون اقوى عضو في المنظمه، ولازم نأهلك بدنيا وتكتسب خبره في القتال مع المخلوقات غير البشريه، فهل انت جاهز يا هانكي لاصعب ايام حياتك؟ ولكن قبل ما بيرد عليها بتهجم عليه علشان تختبر ردة فعله، بس بطلنا هانكي بيقدر يتعامل معاها ومع كل هجماتها، وبيقول لها انا كنت غبي، كنت مفكر اننا اقوى بشر في العالم، واكتشفت ان القوه مش كل حاجه واهم حاجه هي العقل، لاننا بالمقارنه مع سنو وايت كنا شبه الضفادع اللي هربانه من البير. في الوقت ده القائده بتبدا تسدد له الضربات وبتقول له ان المهمه الاولى انتهت، وان كل ده اصبح من الماضي، وافضل شيء حاليا انك تتعلم من ماضيك. هانكي بعد ما القائده قربت تدشمله خالص بيقول لها معاكي حق، وانا اتعلمت من الماضي بتاعي ومش هستسلم مهما كان الثمن، وده لان انا قدرت انجو من الجحيم، وغالبا كده مش هحصل على الفرصه دي مره تانية، فلازم استغلها كويس. في اللحظه دي بنشوف واحد من المنظومه بيقطع عليهم التمرين وبيقول لها اسف يا قائده لو عطلتك عن عملي، بس احنا محتاجينك ضروري جدا في الكنيسه حاليا. فبتقول له الكنيسه؟ تمام حاضر انا فهمت، دقيقه واكون جاهزه. وبتعرف هانكي انها مش هتتاخر عليه، وبتقول له خليك هنا واوعى تتحرك من مكانك. والقائده بيكون عندها بعض الفضول وبتسال الشخص ده ما تعرفش محتاجيني ليه في الكنيسه؟ بيقول لها للاسف انا ما عنديش معلومات قيمه زي دي، انا مجرد سواق عادي. بس القائده بتقول له مش مهم، انا استنتجت هم عايزيني ليه، شكلهم كده وصلوا وشرفوا، بس انا مستعده ليهم كويس. بعدها القائده بتنطلق في الطريق علشان تروح الكنيسه، ولكن الصدمه ان نفس الشخص الغريب اللي كان بيراقب اكي بيراقب القائده وبيقول اخيرا عرفت مكانك، شكلها تكون نهايتك. بنشوف القائده اللي بتوصل للكنيسه وبتقابل شخص غريب وبتقول له اهلا بيك انا وصلت وانت محتاجني في ايه؟ فالشخص ده بيعرفها انه شرف ليه انه يقابل قائده من منظمه الفاتيكان، مع ان المفروض رئيس وقائد المنظمه الاساسي هو اللي يقابله، بس في الاخر بيقول لها انه حابب يشكرها علشان فريقها عامل مستوى جبار بسبب تعليماتها. فالقائده بتقول له العفو
عارفه والله، بس دي اقل حاجه عندنا. المهم الشخص ده بيقول لها سيبك من الشكليات دلوقتي ويلا بينا نخش في الموضوع، وبيسالها انت جبتي مصاص دماء للفريق معاكي؟ فالقائده بتكون مصدومه انها انكشفت بالسرعه دي وما بتكونش عارفه ترد عليه. في نفس الوقت ده بنرجع للفندق واللي بيكون فيه حفله كبيره، وبنشوف شخص بيروح على موظف الاستقبال وبيقول له عاوز اعمل تسجيل حضور في الفندق ده. فالموظف ما بيفهمش كلامه وبيقول له لو قصدك انك تحجز غرفه عندنا فانا هحتاج اشوف اي اثبات هويه لحضرتك علشان املى البيانات بتاعتك. فالشخص ده بيقول له دقيقه واحده وهجيبها لك، بس قبل ما اجيبها لك تسمح لي اسالك عن عدد الاشخاص اللي موجودين في الحفله؟ موظف الاستقبال بيقول له انا ما اعرفش لان عددهم كبير جدا، وبيسال الراجل هو محتاج غرفه لكام شخص؟ فالراجل بيقول له كتير جدا برضه، اكتر من 200. موظف الاستقبال بياخده على قد عقله وبيضحك وبيقول له هات اثبات الهويه. فالراجل بيقول له بس كده؟ ده انا عينيا ليك. وفجاه بيرشقوا سكينه في نص دماغه، ولكن في اللحظه دي في موظفه بتشوف اللي حصل وبتصرخ باعلى صوتها، وكل الامن والحراس بتوع الفندق بياخدوا بالهم من الصوت، ولما بيشوفوا الجثه بيفهموا ان في عمليه هجوم على الفندق. وطبعا قوات الفاتيكان اللي موجودين بتحاول تتعامل مع الموقف، وعلشان كده في عميل بيطلب من فردين الامن ان هم يحتووا الموقف ويخرجوا المدنيين، وهو هيتعامل مع المجنون ده بنفسه. بس الصدمه ان في اللحظه دي بيدخل عليهم باقي العصابه بالعربيات وبيكونوا مستعدين لمعركه خطيره، وبيكون عددهم ضخم جدا حوالي 50 شخص مسلح. فرجال الفاتيكان بيقولوا لهم ايها الاوغاد ازاي يجيلكم قلب تدخلوا هنا؟ انتم مفكرين هنخاف من عددكم؟ ده انتوا تستعدوا للموت. ولكن الصدمه ان لما واحد من العملاء بيهجم عليهم وبيضرب واحد من العصابه بسكينه بيلاقي جرحه اختفى في ثواني معدوده، وبكده نكتشف ان الشخص ده مصاص دماء، وطبعا هو تبع سنو وايت. في الثانيه دي العصابه بيبين شكلها الوحشي، والوحوش دول بيكون عندهم قوه بدنيه عاليه جدا ومحدش بيقدر عليهم، وبينجحوا في انهم يخلصوا على كل الافراد التابعين لمنظمه الفاتيكان بكل سهوله. وبيقولوا اكيد هو ده الفندق اللي فيه الواد هانك طالما فيه جنود تبع الفاتيكان. في الوقت ده بتدخل اكي وبنتاكد ان هجوم من سنو وايت، وبتتكلم مع افراد العصابه وبتقول لهم انتوا مستنيين ايه؟ روحوا هاتوا لي هانك بسرعه. فالوحوش دول بيهجموا على الفندق وبيخربوا الدنيا علشان يلاقوا هانك. على الجانب الثاني اكي بتشكر بنتي وبتقول لها لولاكي ما كناش عرفنا ان هانك موجود هنا، بس دلوقتي انا محتاجه منك مهمه اخيره، وهي انك تدمري غرفه التحكم وبعدها تنضم لنا في البحث عن هانك. واكي بتلاحظ ان البنت مش مركزه معاها اصلا وقاعده بتمص في دم الجثث، فاكي بتقول لها لا ركزي معايا كده، احنا جايين هنا علشان نمسك هانك. واخيرا بنكتشف ان البنت دي هي قائده الفرقه السادسه لسنو وايت واسمها كوكو، وانها لسه راجعه من مهمتها السريه. المهم كوكو بتسال هاكي هو انا بعد كل الحوارات دي هاكل براحتي ولا ايه؟ فاكي بتضحك عليها وبتقول لها ده انا هجيب لك احلى جثث فريش لعيونك. طبعا في اللحظه دي كوكو بتتحول 180 درجه وبتلبس الجاكيت وبتقول لها اذا كان كده ده انا ادمر لك الفندق بحاله لو عاوزه، انما غرفه التحكم اللي انت بتتكلمي عليها دي ده حاجه بسيطه بالنسبه لي. وبعد ما بتقول لها الكلام ده بتجري بكل حماس علشان تخلص مهمتها. اما اكي فبتكون مشغوله في البحث عن هانك او القائده، لكنها ما بتلاقيش اي حاجه، وبتقول من الواضح كده ان القائده خدت هانك وهربت من المكان. انا بتمنى ان انا امسك القائده والواد هانك ده علشان اترقى على ايد سنو وايت. بس الصدمه انها اول ما بتوصل للدور ال 18 بتلاقي اقوى جنود من العصابه بتاعتها مقتولين وكمان جنود الفاتيكان. بتستغرب وبتقول ان ده شيء مستحيل، ازاي قدروا يقتلوا رجالتي؟ وده لانها مدرباهم على اعلى مستوى وشاربين من دمها، يعني مصاصين دماء قد الدنيا. بس المفاجاه انها بتلاقي هانك اللي بيقول لها وانت اتاخرت ليه؟ ده انا قاعد مستنيك من بدري. مره تانية بنرجع للقائده في الكنيسه، والراجل الغريب ده بيقول لها مصاص دماء في الفريق؟ يا قائده انت حصل لك ايه بالظبط؟ لكنه بعد شويه تهزيق فيها بيقول لها انا متاكد انك لسه حكيمه واكيد ما اتجننتيش تحت الضغط ده كله، واللي انا متاكد منه دلوقتي انك محتاجه تقنعيني كويس جدا في الاجتماع الجاي علشان افهم معنى العبط اللي انت عملتيه ده كله. القائده بتقول له ما تقلقش، ومن غير اجتماع بتعرفه ان هي حاطه هانك تحت المراقبه وما شافتش منه اي حاجه غلط، ده بالاضافه ان هو بيتدرب بجد في مقر الفاتيكان علشان يتصدى لسنو وايت. ولكنها بصراحه مش عارفه هل هو هينتصر ولا دي هتكون بدايه عداوه اكبر مع مصاصين الدماء، ولا في النهايه هانك هيخونهم اساسا. وعلى الرغم من كل الاحداث اللي بتحصل دي القائده ما بتكونش قلقانه من هانك، بالعكس هي بتكون مرتاحه له جدا. اخيرا بنرجع بقى لبطلنا هانك اللي بيكون ماسك سكينه وغرقان في الدم، ومن الواضح ان هو اللي خلص على رجاله اكي وقتلهم عادي مع انهم مصاصين دماء لان سكينته فضيه. هانك بيقول لاكي انا كمان كنت ببحث عنك على فكره يا مصاصه الدماء البنفسجيه انت. وفي مشهد مليء بالفخامه والعظمه هانك بيقول لها دينا لقينا بعض، يلا بقى نخلص العداوه اللي بدأناها بينا علشان انتوا حسابكم يا مصاصين الدماء بقى كبير معايا قوي. اكي بتقول له هو انت لسه سخيف وبتقاوم وما اتعلمتش اي
اي حاجه من كل اللي حصل لك؟ ما تقلقش انا كده كده هاخدك معايا غصب عنك ومحدش هيقاطعنا زي المره اللي فاتت. ومره واحده اكي بتهجم على هانك، ولحسن الحظ هانك بيصد ضربتها لكنها بتجرحه. بس المفاجاه ان في نفس الوقت عمنا هانك بيقطع لها شريان الدم بتاعها وبيعرفها انه اتعلم الدرس خلاص وبقى عارف هو هيضربها فين وازاي. وبيكمل كلامه بيقول لها انت اخترت تستهدفي رجلي وده هدف بلا قيمه، ولكن انا اخترت اهم جزء في جسمك، وطالما دم سنو وايت مش بيوصل لك فانت كلك على بعضك بدون لازمه، وعلشان كده انا حابب اقول لك زي ما انت بتقولي لي بالظبط. وهانكي بيتقدم ناحيتها وبيمسكها من كتفها وبيقول لها صمت كتير وكنت خصم قوي لكن للاسف دي النهايه. هانكي بيوقعها وبيكون لسه يطعنها بالسكينه لكنه فجاه بيقف مكانه. فاكي بتساله انت مالك، انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ يلا قتلني بسرعه. بس هانكي بيعرفها انه موقفش هجوم ولا حاجه لكنه مش قادر يحرك اي حته في جسمه اساسا. في اللحظه دي بيسمعوا صوت بنت بتقول ايه اللي بيحصل هنا؟ انتوا متجمعين كده ليه؟ والفجاه ان البنت دي مش عاديه، دي جزء انسانه والباقي كله تعابين. والشيء المرعب ان التعابين دي بتكون بتاكل كل الجثث المقتوله الموجوده في المكان. واول ما بتشوف اكي بتقول لها شكل كده هو ده هانكي اللي محيركم. وبنكتشف ان البنت دي هي قائده الفرقه الخامسه لسنو وايت واسمها كاترينا. ومن الواضح ان الوضع كده شكله كبر جدا وشويه وسنو وايت هتنزل لهانكي بالدبابات. المهم هانكي اول ما بيشوفها بيتصدم وبيقول مستحيل، هي دي قوتها الخارقه؟ دي شكلها ليله مش فايته على دماغنا. ما قلت وقفوا بقى، مش عاوز اكمل في المهزله دي. وكالعاده اكي الخسيسه ما بتصدق تلاقي فرصه تاني علشان تهرب. وبيفكروني كده يا جماعه اقدم لها في الاولمبيات علشان البت دي سريعه جدا وبتفكرني بجاريس بيل. واكي بتقول لكاترينا بسرعه بود عليه وما تخليهوش يهرب. فكاترينا بتقول لها مش مستنياكي تقولي لي يا حبيبتي، بس انا كنت المفروض اعمل كده من البدايه. والمفاجاه ان كاترينا مش بتهاجم هانك، بالعكس دي بتهاجم اكي. هانكي بيكون مستغرب ازاي هي تبع سنو وايت وبتهاجمها لانها المفروض تساعد اكي. اكي بتسالها انت بتعملي ايه يا بنت المجنونه؟ انت بتقبضي عليا انا ليه؟ ما هانك قدامك اهو. فكاترينا مزاج رايق بتقول لها علشان كيفي كده، انما هانك ده قصه تانية خالص. وبتعرفها ان البشر دول عجيبين جدا، فمهما الشخص كان وسيم في النهايه يا بيموت او بيكبروا او بيكونوا قبيحين. وبنكتشف ان كاترينا طلعت بنت مجنونه فعلا لانها بتاخد الاشخاص الوسيمين بس وبتقضي معاهم حبه وقت وبعدها بتاخد راسهم كتذكار. المهم كاترينا بتعرفهم انها مبسوطه جدا لانها طول عمرها كان نفسها في تذكار لمصاص دماء، والمفاجاه انه موجود قدامها دلوقتي وهو اللي عليه الدور. وبتقول لهانكي يلا يا حبيبي تعالى لي بسرعه. والصدمه ان هانكي فعلا بيروح لها غصب عنه لانها بتتحكم فيه كليا. هانكي ما بيكونش عارف يعمل ايه في الورطه اللي هو فيها لانه بيتحرك غصب عنه وبيفكر مع نفسه وبيقول ده شيء مستحيل، هي ازاي تقدر تتحكم فيا براحتها؟ كاترينا بتقول له ما تقلقش يا حبيبي لانك هتكون كلب المطيع وهتنفذ كل اوامري للابد، واهم حاجه ما تشيلش اي هم لان هخليك سعيد جدا. هانكي بيسال في ايه يا جماعه؟ هو ايه حوار الكلب ده؟ هو انتوا بتشوفوني بهوا وبالليل ولا ايه؟ هو كل شويه حد يظهر من العدم يقول لها خليك كلب المطيع؟ في الوقت ده اكي بتقول لكاترينا انت بتقولي ايه يا وليه انت؟ دي مش تعليمات سنو وايت، لكنها بتاكد لها ان دي التعليمات بالحرف، وطول ما هانكي معاها فهي في امان. وغير كده فشويه وهتخلص عليه زي ما هي طلبت منها. ده غير انها طلبت مني ان اخلص على صاحبته الفاشله كمان علشان ما بقاش ليها اي لازمه. في اللحظه دي اكي بتتصدم وتقول لها انت كدابه يا كاترينا لان سنو وايت ما طلبتش ده، بالعكس كانت عايزه هانكي حي، ولو كانت عايزه تقتلني ما كانتش ادتني من دمها علشان اعيش. فكاترينا بتقول لها معلش يا حبيبتي الحياه مليئه دايما بالمفاجآت، واكبر مفاجاه انك قدرتي تصمدي لشهور بقدرتك وموهبتك الضعيفه دي. وفي النهايه بتعرفها انها عملت اللي عليها ولكن دي شكلها نهايه خدمتها. ولكن قبل ما تخلص عليها بتيجي كوكو بتنادي على اكي وبتوضح لها انها خلصت كل المهمات اللي طلبتها منها وبتقول لها يلا بقى فين الجثث اللي هناكلها؟ فكاترينا بتقول شكلها ليله مش فايته وانا ورطت نفسي، وبما ان البت كوكو دي قائده فما ينفعش اقتلها هي كمان والا المهمات هتزيد عليا، وعلشان كده فلازم اخدها على قد عقلها. بس في الوقت ده كوكو بتلاحظ ان اكي مقيده ومغمى عليها فبتسالها مالك وحصل لك ايه؟ طبعا اكي ما بتردش عليها لانها تم تخديرها خلاص. وكاترينا بتحاول تخبي عمايلها السودا وبتقول لها انها قبضت على القائد هانك، وبكده يبقوا خلصوا كل حاجه ممكن تتعمل هنا، وعلشان كده يلا بينا نرجع لسنو وايت. هانكي بيكون مصدوم من ان الاعداء محاوطينه من كل مكان وهو مش عارف يتعامل مع الوليه السعرانه دي لوحدها. لكن كوكو بتسال اكي ما بترديش عليا ليه؟ مين عمل فيكي كده؟ هل هو الراجل ده؟ كاترينا بتقول لها يلا بينا نرجع علشان ما يتاخرش على سنو وايت وبلاش كلام كتير. كوكو بتعرفها انها مش هتتحرك غير لما تنتقم لاكي. وكوكو فجاه بتلاحظ وجود سم كاترينا منتشر في عروق اكي، وبتتاكد اكتر لما بتشم ريحه سم كاترينا وبتعرف انها هي اللي عملت كده وانها خانت اكي وما كانتش بتحاول تنقذها زي ما بتقول. بعد ما كوكو اكتشفت اللي حصل كاترينا بتقول واضح ان كده شكلها خالف اوامر سنو وايت بجد. بعدها اكي بترجع تفتكر ماضيها وهي طفله وبتعرفنا انها كانت حزينه وخايفه لحد ما بتيجي صديقه عمرها كوكو. كوكو كانت هي المنقذ ليها في كل الازمات وصديقتها الوحيده. في اللحظه دي اكي بتستعيد وعيها علشان قلقانه على كوكو من الوليه السعرانه دي، بس كوكو ما طلعتش
كانتش عبيطه زي ما احنا فاكرين، وبتقطع في رؤوس التعابين واحد ورا التاني، وكاترينا ما بتقدرش تسيطر عليها. فاكي بتطمن عليها وبتبدا تنادي على هانك وبتحاول تفوقه من التخدير اللي هو فيه، بس عمنا هانك ما بيكونش معاه وفعليا بيكون في عالم موازي، وبيكون قاعد يتفرج على كوكو وبيقول انها مدهشه لانها صمدت كل ده، وبالدماغ اللي هو عاملها دي بيبدا يفكر غريب ازاي هي الوحيده اللي ما اتخدرتش من كاترينا، وحتى لو كوكو فضلت في وعيها فمش هتقدر تجاري قوه كاترينا، وده علشان الوليه السعرانه دي ما حدش هيقدر يقرب منها بسبب كل التعابين اللي بتحميها دي. ده غير ان كوكو بدات تتعب وسرعتها بتتباطأ، ولو فضلت على المعدل ده اكيد كاترينا هتموتها، احنا لازم ننقذها. اكيد كل ده بتكون سامعاه وبتقول له انت مش هتقدر تنقذها لوحدك، وانا بمجرد جسم ده هكون عيب اكبر على صديقتي ومش هعرف اساعدها. هانكي بيقول لها بطل رغي ملهوش لازمه وقولي لي اي حاجه تفيدنا عن المجنونه المتعبين دي. فاكي بتساله عاوز تعرف ايه؟ ما انت شايف كل حاجه، احنا يعتبر كده مجرد حشرات بالنسبه لها. هانكي بيعرفها انهم لو اتحدوا هما الثلاثه مش هيكونوا مجرد حشرات، لا بالعكس هيقدروا ينتصروا بدل ما يسيبوا كوكو تموت. فاكي بتقول له انت عبيط، انت عايز تتحد معانا؟ انت مش من 5 دقايق بالظبط كنت عايز تقتلنا يا عم ولا ايه؟ هانكي بيعرفها ان ده افضل حل علشان ما نموتش كلنا، بس اكي بتقول له انت عبيط برضه، مستحيل اثق فيك ابدا. هانكي بيفتكر كلام القاده وبيفهمها ان دي الطريقه الوحيده علشان تنقذ صاحبتها من الموت. بعدها هانكي بيسحب سكينته وبيروح ناحيه اكي بتترعب وبتقول له هتعمل ايه يا مجنون انت؟ في اللحظه دي بنشوف كاترينا اللي بتقول واضح كده ان المعركه دي كبرت اكتر من اللازم، بس انا نزفت دم كتير وعايز ارتاح، لازم اخلص المعركه دي في اسرع وقت ممكن. لكن كوكو بتكون بتجاريها بالقوه بتتفادى كل هجماتها. كاترينا بتكون واقفه وهي مستغربه ومش فاهمه ازاي كوكو لسه واقفه مكانها وما اتسممتش بالسم بتاعها، ومن المستحيل انها تكون كل الوقت ده حبست انفاسها ومتحمله كل ده. بس الصدمه فعلا ان كوكو حابسه نفسها طول المده دي، وبتنجح في تفادي كل هجماتها لحد ما بتوصل لها وبتسدد لها ضربه قاضيه، ومن قوه الضربه دي بتكسر زجاج الفندق وبتقع من فوق. في الوقت ده كوكو بتفرح بالانتصار وبتقول اخيرا كويس ان القتال ده انتهى، لو كان استمر اكتر من كده كان زماني في عداد الموت. بعدها بتدور على اكي بسرعه زي المجنون لحد ما بتلاقيها اخيرا، لكنها بتلاحظ ان هانكي بيقرب من اكي اكتر، بس وقبل ما كوكو تحاول تعمل اي حاجه بتلاحظ انها بيغمى عليها ومش قادره تركز، وبتاخد بالها ان في تعبان عضها من رجلها وسممها. والصدمه المرعبه ان كاترينا بعد كل ده ما ماتتش وطلعت لهم تاني. كوكو بتقول انا شكلي قللت من قوتها، لكن ازاي؟ ده ارتفاع كبير جدا. كاترينا بتعرفها ان هي اللي فكرتها مجرد ضعيفه، ولكنها طلعت قويه لانها قدرت تصمد في القتال كل ده. وبتقول لها علشان انت مهتمه بصديقتك انا مش هحرمكم من بعض واخليكم تعيشوا مع بعض للابد في قلب بطن حبايب التعابين. ولكن وقبل ما التعابين بتوصل لها علشان تاكلها بتتدخل اكي وبتقسمهم نصين بسيفها، واكي بتقول لكاترينا احنا دايما مع بعض، مش هتقدري تقتليها قبل ما تقتليني. في اللحظه دي كاترينا بتشتعل من الغضب وبتقول لها ازاي قدرتي تتخلصي من اثار السم، وده لان الوحيدين اللي يقدروا يبطلوا مفعول السم هو كاترينا نفسها وسنو وايت بس. وبنكتشف من كوكو ان هانكي اداها من دمه علشان تقدر تحارب معاهم، واثناء ما هي ما كانتش واثقه فيه انقذ حياتها وما سابهاش تموت واداها من دمه، رغم ان من معتقدات القائده اللي هو بيتعاون معاها هو قتل واباده كل مصاصين الدماء. ولكن هانكي لسه على مبادئه القديمه، وبنعرف ان هانكي طعن نفسه علشان يديها دم. فاكي بتساله بتساعدني ليه؟ مش خايف اخونك؟ وهانكي بيعرفها ان في حد حكيم في مره قال له ان عدو عدوك هو صديق ليك، فمش لازم نبقى اصحاب وحبايب، ولكن الافضل انك تثق فيا دلوقتي. هانكي بيعرفها ان هو مر بنفس شعورها في الماضي، وعلشان كده فهو حابب يساعدها، لان هو عارف انها عملت كل اللي عليها وكانت بتنفذ التعليمات مش اكتر. ولكن في النهايه القائده بتاعتها خانتها، بس رغم كل ده هي لسه احسن منه، وده لانها عندها امل تنقذ صاحبتها، انما هو فللاسف فهو فشل من زمان. وبسبب ده فاكي بتقرر انها تنقذ صديقتها كوكو وبعدها ترد الجميل لهانك، بس كاترينا بتعرفها انها اضعف من انها تسبب لها اي مشاكل. فاكي بتقول لها انا اعرف ان اغبى قرار هو مقاتله شخص ما عندوش اي حاجه يخسرها، وعلشان كده فانت الاغبى يا كاترينا، لاننا دلوقتي 2 مش 1، واحنا متحدين حتى الموت، فهتكون يا نهايتك يا اما نهايتنا. في الوقت ده بنشوف واحد بيجري بسرعه جباره ناحيه الكنيسه، واللي بنعرف ان هو واحد من عملاء المنظمه وبيفضل يخبط على باب الكنيسه. فالقائده بتتخض وبتتفاجئ وبتساله ايه اللي بيحصل. بيعرفها ان في هجوم من مصاصين الدماء على الفندق، لا ده جيش من مصاصين الدماء وحياتك. القائده بتتصدم وبتقلق على هانكي وبتساله عن اللي حصل، فبيوضح لها ان بسبب عددهم الضخم قدروا يغزوا الفندق، وبيطلب منها انها تساعدهم بسرعه. بنرجع من تاني لهانكي اللي بيكون بيقاتل هو واكي، وبنعرف ان اكي عرفته معلومات عن مقدار قوه كاترينا، وبتقول له انها تقدر تحول جسمها لتعابين بلا نهايه، ولكن ده في مصلحتنا برضه، كل ما بتنزف كل ما بتقرب بالموت خطوه بخطوه. وبتفهمه ان تحت اي ظرف ما ينفعش يستنشق الدخان اللي بيطلع من التعابين او يسيب التعابين تلدغه، وده لان الحاجات دي هتسبب شلل مؤقت لجسمه، وزي ما احنا عارفين فلو جسمه اتسمم او اتشل فكاترينا هتكون قادره تتحكم فيه براحتها، وعلشان كده فلازم نعمل حدود بيننا وبينها وما نسمحلهاش بهجماتنا انها تتخطى المسافه دي. بس كاترينا ما بتديهمش فرصه وبتبدا تهجم على هانك، والصدمه ان كل ما هانكي بيقطع في رؤوس التعابين بيطلع غيرهم. هانكي بيتوتر وبيقول ايه ده يا عم، ده ما بيموتوش فعلا. المفاجاه بقى ان في تعبان
بيتصدى للضربه وبيسحب سكينه هانكي الفضيه. في الثانيه دي هانكي بيكون اعزل ومن غير سلاح وسط التعابين دي كلها، وكل التعابين بتبدا تهجم عليه مباشره. بس اكي بتتدخل في الثانيه المناسبه وبتقطع رؤوس التعابين كلها بسيوفها، وبتقول انت مجرد ما سحبت منك سكينتك هتستسلم ولا ايه؟ لا اسمك كده وقاتل للنهايه. وبتقول له انهم من الافضل يكونوا جنب بعض علشان يقدروا يحموا بعض، وبتحدف له واحد من السيوف بتاعتها وبتعرفه انه احسن من سكينته الفضيه الصغيره دي، وبتفهمه ان هو مش محتاج يبذل كل جهده في القتال، وده لانها عشان تستخدم سحرها وقوتها بتضحي بكتير من دمها، وبسبب ده فكل اللي علينا هو ان احنا نصمد للنهايه ونستنزف طاقتها. وبتقول له ما تهتمش بيها دلوقتي ولا بكاترينا، انا هتعامل معاها، بس كل مهمتك انك تحاول تنقذ كوكو علشان انت الوحيد اللي تقدر تزيل السم ده. هانكي بيروح عند كوكو وبيعرفها ان هو مش عدوها دلوقتي وانهم حلفاء مؤقتين، وبيفهمها ان هو هيشيل لها السم علشان محتاجين مساعدتها، وبيطلب منها اول ما تفوق تهجم على كاترينا وتساعد اكي. بعدها هانكي بيجرح نفسه تاني وبيشربها من دمه، بس اول ما بتفوق بتهجم على هانكي وبتنقض عليه. هانكي بيكون مستغرب من اللي حصل لانه خلصها من تاثير سحر كاترينا. الصدمه ان الغبيه كوكو بتكون فرحانه جدا وبكل حماس بتقول لاكي انها قدرت تمسك القائد هانكي، فاكي بتقول لها الله يخرب بيتك بتعملي ايه؟ هانكي دلوقتي معانا مش علينا، وبتعرفها ان عدوتهم دلوقتي هي كاترينا علشان كده لازم تقوم وتبعد عن هانكي بسرعه قبل ما يموت منهم لانهم محتاجينه معاهم. فكوكو المؤدبه بتقول لهانكي انا اسفه جدا وبتجري بسرعه علشان تساعد اكي. بعدها بنشوف كاترينا اللي بتضحك وبتقول اصطحابي للاغبياء دول معايا كانت افضل خطه، علشان بعد ما اسممهم كلهم هيكونوا ملكي وهقدر اتحكم فيهم زي ما انا عايزه، وعلشان كده لازم استخدم كل قوتي الخاصه واسيطر على الكل. في اللحظه دي وفي ظل ما هانكي عمال يحفزهم ويعرفهم انهم قربوا ينتصروا عليها، كاترينا بتخلي التعابين يملوا المكان كله بالسموم. هانكي بيتصدم وبيقول لهم دي شكلها هتضلم علينا ولا ايه؟ خدوا بالكم واستعدوا، والضباب ده سم ما تحاولوش انكم تتنفسوه باي شكل من الاشكال، وطبعا مش هنبه عليكم انكم تفضلوا جنب بعض استعدادا لاي غدر من كاترينا. في الوقت ده هانكي بيفهم وبيستنتج انها عملت الضباب ده علشان تغير المكان، ومش بهدف انها تخليهم خايفين منها او تسممهم، لا بالعكس هي بتخطط انها تخلص على واحد مننا من غير ما نشوفها، والشيء الاكيد ان الشخص ده مش هيكون انا لانها عايزاني حي، وبكده فهدفها هيكون اما اكي او كوكو السريعه، ومن المؤكد انها تختار كوكو لانها سريعه جدا وقدرت انها تهزمها لوحدها، وبما ان كوكو هي اكبر تهديد ليها دلوقتي فهي عايزه تتخلص منها. وبالفعل بتظهر كاترينا وبتقول فعلا لكوكو لازم اخلص عليك انت الاول، وبتهجم عليها، لكن اكي وسط كل ده بتتدخل وبتاخد الضربه مكانها في ظل ان الجميع واقفين ومصدومين من اللي حصل. هانكي بيهجم على كاترينا وبيقول لها ايتها الحقيره انا توقعت الحركه دي منك، لكن ردود فعلك الغادره كانت اسرع من تحركاتي. طبعا كلنا عارفين ان هانكي بيكتب وانه كان قاعد بيرغي الاول فما كانش فاضي، بس اكيد محدش هيقول كده. المهم بعدها بيقول لاكي بسرعه قبل ما تجدد اطرافها اشربي من الدم علشان تتخلصي من السم، بس اكي بتقول له انها ما بقاش ليها اي فايده وما يهتمش بيها وياخد باله لا تغفله هو كمان. هانكي بيكون لسه يسالها يعني ايه وازاي وفين، وبنكتشف ان التعبان اللي عضها كان هو اللي سرق سكينه هانكي الفضيه، والسكينه دلوقتي طعنت اكي في قلبها كمان. وسؤال حلقتنا النهارده كالمعتاد اللي عاوزكم تجاوبوا عليه في الكومنتات، هل اكي هتموت لانها تعتبر ضربه قاضيه من سكينه فضيه وهتكون دي نهايتها، ولا في حاجه هتحصل وهتغير الاحداث؟ عاوزك تنزل تكتب اجابه السؤال ده تحت، ولو جاوبت صح هتطلع معانا في الحلقه الجايه. اما بقى في الحلقات الجايه فهنشوف هل هانكي هيكون عنده حل ينقذ بيه اكي زي ما قدر يتغلب على سم كاترينا، وهل هانكي هيقدر انه يهزم شريره خارقه بقوه كاترينا ولا لا، ولا كوكو هي كمان هتموت وهيكون مصير هانكي هو الانتقام لكل اصدقائه وحلفائه. كل ده واكتر هنعرفه في المره الجايه، فلو عجبك الملخص وعاوزنا نكمل باقي الاجزاء ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتكتب لي رايك، ويلا سلام.